معاكم الدكتورة رضوى، برنامج معلومة في دقيقة. مرحباً يا أبطال الصحة. أكيد كلنا سمعنا عن البنادول، بس يا ترى إيه الفرق بين الأحمر والأزرق؟ النهاردة هنشرح الفرق بطريقة بسيطة وسريعة. نبدأ مع البنادول الأزرق، المعروف كمان باسم بنادول العادي. ده مسكن للألم وخافض للحرارة، مناسب للصداع، ألم العضلات، أو حتى برد خفيف. بيحتوي على مادة الباراسيتامول بس، من غير أي إضافات. أما البنادول الأحمر فهو اسمه بنادول إكسترا، بيحتوي على باراسيتامول بلس كافيين، عشان كده بيساعد في حالات الصداع القوي أو الصداع النصفي. لكن الكافيين ممكن ما يناسبش الناس اللي عندهم مشاكل في النوم أو ضغط عالي. يلا نعمل مقارنة بسيطة. البنادول الأزرق خفيف وآمن للاستخدام اليومي. البنادول الأحمر شن أقوى، بس فيه كافيين ومش مناسب للجميع. كل نوع له استخدامه، ودايماً استشير الصيدلي أو الطبيب. دلوقتي بقى عندك فكرة واضحة. فاكر دايماً، البنادول مش واحد. اختار الصح حسب حالتك، وشارك الحلقة دي مع اللي محتاج يعرف الفرق.